ليه جوزك بيصرف على نفسه عادي، بس لما الموضوع يجي عليكي يحسبها؟ السؤال ده شكله بسيط، بس وراه أكتر من معنى مش ظاهر. مش كل بخل هو فلوسه بس، في بخل إحساس، وبخل سيطرة، وبخل خوف، وأحياناً بخل كرد فعل. خليني أوضح لك الصورة أكتر. في نوع بخيل مادي، بيحسب كل جنيه ومش بيحب الصرف. وفي بخيل عاطفي، مش بيعبر ولا بيهتم حتى لو معاه. وفي بخيل بالخوف، خايف من المستقبل فبيشد في كل حاجة. وفي نوع مهم جداً، البخيل كرد فعل، وده مش بيبقى بخيل بطبعه، لكن بيتحول لكده بسبب طريقة التعامل أو الضغط. وهنا النقطة المهمة، مشكلتك مش دايماً فيه هو بيعمل إيه، أحياناً المشكلة فيه بيفهم إيه من اللي بيتقاله. خليني أوضح لك الحل بطريقة أبسط. في نقطة اسمها طريقة الطلب. لما الست تطلب بشكل اتهام، زي أنت مش بتعمل، أنت بخيل، غيرك بيعمل، هو هنا مش بيسمع الطلب، هو بيدخل في وضع دفاع. يعني بدل ما يفهمك، بيبدأ يثبت لنفسه إنه مش غلطان، وساعتها أي محاولة تفاهم بتضيع. لكن لما نفس الطلب يتقال بطريقة مختلفة، زي أنا بحس إني محتاج اهتمام أكتر في النقطة دي، أو بيفرق معايا جداً لما بتعمل كذا حتى لو بسيط، هنا أنت مش بتهاجميه، أنت بتفهميه إحساسك. وده بيفرق جداً نفسياً، لأن الراجل غالباً بيتجاوب مع الفهم مش الهجوم. يعني إيه الكلام ده ببساطة؟ مش كل مشكلة حلها ضغط أكتر، بعض المشكلات حلها طريقة أهدى. وفي نفس الوقت، في حاجة مهمة لازم تبقي واخداها في بالك. لو في مقارنة مستمرة أو طلبات جاية بنبرة ضغط طول الوقت، ده ممكن يخليه يقفل أكتر مش يفتح. يبقى الحل مش طرف واحد يتغير، لكن طريقة التعامل نفسها تتراجع وتتظبط. وفي الآخر، الموضوع مش فلوس وبس، ده إحساس وطريقة فهم وطريقة كلام. فاسألي نفسك بهدوء، هل المشكلة إنه بخيل فعلاً؟ ولا الطريقة اللي بينكم بتخلي الفهم مختلف؟ ولو شايفة الموقف ده بيتكرر معاكي، اكتبيلي في الكومنتات الموقف بالتفصيل. ولو عندك فكرة محيراكي، اكتبيها برضو، ويمكن نعمل عنها حلقة جاية.